السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة سهلة كده وخفيفة وبسيطة جدا وان شاء الله تعجبكم. كنت اتسألت في التعليقات يعني ايه افطم الارانب. طبعا اكيد اللي سألت اكيد اول مرة تربي ارانب وما كانتش عارفة تتعامل معاهم ازاي في الفطام او تفطمهم ازاي وايه هو الفطام. قلت لها هعمل لك فيديو علشان الرد فيه يكون مفصل كده وموضح عن الرد في التعليقات. بص يا ست الكل، زي ما انت شايفة كده الارانب بتكون مع امها لمدة شهر أو 35 يوم. لو احنا خلينا الأرنب يلقح الأرنبة يوم الولادة مباشرة، فبيفضل إن احنا بنفطم الأرانب على عمر شهر بالظبط اللي هو 30 يوم، بحيث الأم خلاص بقى هتولد تاني أهو. فبناخد الأرانب الصغيرة دي نعزلها في مكان تاني لوحدها، ونبدأ نجيب لها نوع علف معين، وهو نوع علف اسمه علف تسمين، علشان نبدأ نكبر الأرانب بقى إذا كنا هنذبحها أو هنبيعها. المهم إن احنا نسمنها بعلف التسمين ده، لانه طول ما هي كانت بترضع مع امها وكده كنا بنجيب لها علف اسمه علف مرضعات. لكن لو الام مثلا لقحت بعد الولاده ب15 يوم مثلا او بمده طويله، بيفضل ان احنا نسيب الارانب على الاقل مثلا 35 يوم بحيث تشبع اكتر من لبن الام، وبعد كده نبدا برضو نفطمها في مكان تاني. انا كنت قلت لكم ان انا هسيب الارانب مع امها كده، بس في ناس كتير قالوا لي لا، اول لما الام تولد او قبل ما تولد لازم تنقليها في مكان تاني. طبعا انا هسمع كلامكم لان انا برضو بستفاد منكم زي انتم ما بتستفادوا مني. فاللي هيحصل ايه؟ طبعا انا ما صورتلكوش عملي لان طبعا عامله الفيديو ده سريع جدا. انا في الفطام هشيل الارانب خالص، احطها في مكان تاني لوحدها، واسيب الام لوحدها خالص عشان لما تولد تبقى مع صغارها التانيين لوحدهم، مفيش اي حاجه تاني تضايقهم ولا الارانب الكبيره تخش على اخواتها الصغيرين يموتوهم او يؤذوهم او حاجه. بس كده، ده عملية الفطام اللي بتحصل. وبتجيب لهم بقى علف لوحدهم ومية لوحدهم وكل حاجة، بس ما بتحط لهمش خضرة علشان ما يعملوش كرش او يحصل لهم انتفاخات. وبنتعامل معاهم تعاملات خاصة خالص. كل ده ان شاء الله هتناوله في الحلقات الجاية. يا رب تكوني فهمتي يعني ايه فطام، ويا رب اكون قدرت اوصل لك المعلومة بشكل مبسط. هو ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون افادكم. وان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.